عاد الاحتلال التركي مجددا لتوجيه عدوانه على الأراضي السورية، وذلك بعد هزيمة مشاريعه بفضل تضحيات أبناء مكونات الشعب السوري. بات واضحا للجميع أن الدولة التركية برئاسة أردوغان لا تتوانى باقتناص أي فرصة دولية وسياسية لتوسيع احتلالها للأراضي السورية، حيث ومع بدء انطلاقة الأزمة السورية عملت على دعم الجماعات الإرهابية لاستخدامهم كأدوات لمشاريعها، وقامت خلال سنوات الأزمة وباعتراف قادة الدول التركية الدولة التركية على نقل المرتزقة الأجانب إلى الأراضي السورية ودعمهم بالأسلحة. وبعد كل ما حدث من دمار ووقوع آلاف الشهداء من أبناء الشعب السوري خلال الحرب التي دعمتها الدولة التركية، قامت بنقل مرتزقتها من مناطق ما تسمى خفض التصعيد بالاتفاق مع روسيا، وعملت على تغيير ديموغرافية مناطق عديدة في سوريا من خلال تهجير السكان الأصليين من مناطقهم. ومع تحرير قوات سوريا الديمقراطية لمناطق شمال وشرق سوريا وبالأخص عاصمة داعش الرقة، رأت تركيا بأنها خسرت أدواتها في الأراضي السورية، ما دفعها للتدخل بشكل مباشر لتوسيع احتلالها للأراضي السورية على جميع السوريين ومن كل الجهات والمرجعيات أن يعلموا مدى خطورة أطماع أردوغان وخداعه للجميع بما فيهم القوى العالمية، حيث يزعم بأنه يريد إقامة منطقة آمنة على حدود بلاده. فهو يخطط منذ القديم لقضم الأراضي السورية تدريجيا، فهو إن سمح له بالتقدم سيحتل مزيدا من الأراضي السورية وصولا إلى الموصل التي يرى بأن هذه المناطق ضمن إرث أجداده العثمانيين. وعلى الجميع أن لا ينغروا بكلام أردوغان وأتباعه بأن المستهدف مكون بعينه، بل أنه وخلال الساعات الأولى لهذه الهجمات استشهد امرأة ورجل من المكون السرياني، وأتبعهم استشهاد من المكونين العربي والكردي. كما استهدفت هذه الهجمات كنيسة مريم العذراء في قرية تل جهان التابعة لناحية القحطانية، وركزت الهجمات على قرى يزيدية منها قرية تل خاتون التي قصفت ب14 قذيفة. كان يعمل أردوغان بأن خلال الهجمات على مناطق شمال وشرق سوريا أن يحدث شرخا بين كافة مكونات المنطقة، إلى أن الجبهات التي يتواجد بها من كرد وعرب وسريان ويزيد ثبت متانة الأخوة المجتمعية التي تحققت في هذه المنطقة. نحن مكونات شمال وشرق سوريا نهيب بكافة مكونات شعبنا التوحد ومساندة قوات سوريا الديمقراطية بالتصدي للعدوان التركي، وندعو المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته الأخلاقية والإنسانية اتجاه الشعب السوري، وإننا على عهدنا لشهدائنا الأبرار بالمضي حتى تحقيق أهداف شعبنا السوري. الرحمة لشهدائنا والنصر لشعبنا. مكونات شمال وشرق سوريا 12 شهر 10 2019. والسلام عليكم.